يعني حالة مرمية مش راضيين يغيروها، مش راضيين يسلموها اهي. حالة بتموت اهي مش راضيين يسلموها. تعال انت بقى، انت نتعامل مع مين؟ مش راضيين يستلموا حالة اهي بتموت. لو كافر هيستلموه. انا عايز حد يطلع لي من المستشفى اهو. انا بنتكلم بكل احترام، المستشفى اهي كلها اهي بنصورها، وده حالة ميتة تيجي حد يستلمها. احنا مش كفره يعني للدرجه دي. انا عايز حد من مدير المستشفى يجي لي بعد اذنكم، عشان انا راجل اهوت بنتكلم كمواطن. يجي حد من المستشفى يقف يقول لي الحاله ديت نرموها في الشارع ولا نعمله ايه؟ بالراحه كده، عشان هم اللي جاي الحاله بتموت ورامينها مش راضيين يستقبلوها. حاله رموها الاسعاف راحت راميها بره. واحد مخبوط على السكه من دمنهور في مستشفى دمنهور، مش راضيين يقابلوها ومش راضيين حد يستقبلها. ده لسه لغايه ما يموت. مين هيفيدني؟ انا عايز مين اللي هيفيدني في المستشفى لغايه ده ما يموت؟ حد يجي لي مسؤول يعرف نتكلم معاه. عشان كده مش من رأي السواق. يجي حد مدير المستشفى يجي يتكلم معايا اهو. حالة بتموت اهي ومفيش حد جاي يعبرنا ولا حد راضي يطلع لنا. ادي المستشفى كلها اهي والناس كلها موجوده، مفيش حد حتى راضي يعمل له اسعافات اوليه. يجي حد يورينا بتوع الامن والناس كلها موجوده اهي. المستشفى وحالة بتموت. لو كافر هيعملوا له اسعافات اوليه. ده لو كافر هيعملوا له اسعافات اوليه ينقذوه حتى من الموت لوجه الله. لوجه الله هيتعاملوا معاه.